قبل أن تبدأ الحضارات في رسم حدودها، وقبل أن تعرف كثير من المدن التي تملأ خرائطنا اليوم، كانت هناك مدينة تنبض بالحياة في قلب الصحراء، مدينة عبرتها القوافل وتبادل فيها التجار الذهب والملح، والتقت فيها الثقافات القادمة من الشمال والجنوب. كانت شاهدة على قرون من التاريخ، وعلى حكايات صنعت جزءا من هوية هذه الأرض. لكن التاريخ وحده لا يحمي المدن، فقد يأتي زمن تصبح فيه الأمجاد مجرد صفحات في الكتب، وتغدو الشوارع أكثر صمتا، وتذبل الواحات، ويرحل الشباب، ويصبح المستقبل سؤالا بلا جواب. هذه ليست قصة أطلال أثرية فحسب، وليست قصة مدينة بعيدة في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب، إنها قصة مكان ما زال يسكنه الناس، ويحلم فيه الأطفال، ويكافح فيه الآباء والأمهات، ويستحق أن يروى وأن يكتب بماء الذهب. فكيف يمكن لمدينة امتدت جذورها في عمق التاريخ أن تقف اليوم على حافة النسيان؟ وهل تموت المدن فجأة، أم أنها تنطفئ ببطء بينما ينشغل الجميع بالنظر إلى أماكن أخرى؟ هذه ليست مجرد قصة مدينة كتبت في أمهات الكتب، إنها أطلنطس المغرب الضائعة، إنها محاولة لفهم جادة كيف تندثر أمهات المدن. حين كانت الصحراء تصنع الحضارة، قد تبدو الصحراء لمن يراها للوهلة الأولى أرضا للصمت، فضاء واسعا لا يحمل سوى الرمال والرياح وأفق لا ينتهي. لكن الصحراء تخفي أكثر مما تظهر، فالرمال لا تحفظ آثار الأقدام طويلا، لكن تحفظ آثار الحضارات لقرون. تحت هذا الامتداد الهادئ، وبين الواحات التي تبدو اليوم معزولة عن صخب العالم، كتبت فصول من تاريخ لم يكن محليا فقط، بل كان جزءا من تاريخ أفريقيا والعالم الإسلامي قبل مئات السنين، وقبل أن تولد دول كثيرة نعرفها اليوم. كانت القوافل تشق هذه الصحراء في رحلات تمتد لآلاف الكيلومترات، حيث لا قطارات ولا سيارات ولا طرق معبدة، فقط رجال يعرفون لغة النجوم، وجمال تحمل على ظهورها الذهب والملح والكتب والأقمشة والأحلام. كانت تلك القوافل تعرف وجهتها جيدا، كانت تعرف أن هناك مدينة تنتظرها، مدينة أصبحت محطة لا يمكن تجاوزها، مدينة لم تكن مجرد تجمع سكاني، بل كانت قلبا اقتصاديا نابضا، ومركزا للتجارة، وجسرا يربط شمال أفريقيا بعمقها الإفريقي. هناك في جنوب شرق المغرب ولدت واحدة من أهم مدن العصر الوسيط، إنها مدينة سيجل ماسة. لم يكن ازدهارها صدفة، ولم يكن موقعها مجرد نقطة على الخريطة، لقد كانت بوابة تعبر منها الثروات والأفكار واللغات والثقافات. كان الذهب القادم من أعماق إفريقيا
يمر من هنا بالضبط، وكان الملح يسافر في الاتجاه المعاكس، وكان العلماء والرحالة والتجار والحجاج يعبرون هذه الأرض عاملين معهم شيئا أكبر من البضائع، كانوا يحملون المعرفة. في تلك الأيام لم تكن المدينة بعدد عمرانها ولا ساكنيها ولا بارتفاع أبراجها، بل كانت بقدرتها على جمع الناس، وكانت سجل ماسة تفعل ذلك ببراعة. كانت الأسواق تضج بالحركة وتنبض الأزقة بلغات ولهجات متعددة. كانت الواحات تمد الحياة بالماء كما تمد الشرايين الجسم بالدم. كان الإنسان قد فهم منذ قرون أن البقاء في الصحراء ليس انتصارا على الطبيعة، بل اتفاق ضمني معه، فحفر الخطارات وشيد القصور وغرس النخيل واقتسم الماء بدقة وعدل، وحول أرضا تبدو مستحيلة إلى فضاء للحياة. لكن التاريخ لا يروي فقط قصص الصعود. كل حضارة مهما بلغت عظمتها تحمل في داخلها سؤالا صامت: كم سيدوم هذا المجد؟ ذلك السؤال الذي لم يكن يطرحه أحد في زمن الازدهار. فالمدن المزدهرة تعتقد دائما أن المستقبل شبيه حاضرها، وأن الحركة لن تتوقف، وأن الأسواق ستبقى ممتلئة، وأن الناس سيواصلون القدوم. لكن التاريخ لا يمنح أحدا هذا الوعي، فدوام الأحوال من المحال. وكما يقول الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصان. شيئا فشيئا تغيرت طرق التجارة، تبدلت موازين القوى، وتغيرت الخرائط. ومع كل تحول كبير كانت المدينة تخسر جزءا من مكانتها، ليس في يوم واحد ولا بحدث واحد، بل عبر سنوات طويلة، سنوات لم يلاحظها الناس وهم يعيشونها. فالمدن لا تنهار دائما بصوت مرتفع، أحيانا تبدأ الخسارة في صمت. يغادر تاجر من هنا وآخر من هناك، ويقل العابرون، وتصبح الطرق التي كانت مزدحمة يومها أكثر هدوءا، وتبدأ الحياة في الانكماش دون أن ينتبه أحد. ثم تمر القرون والسنين وتبقى الذاكرة، لكنها تصبح أثقل من الواقع. واليوم حين يقف الزائر في هذه المنطقة قد يرى النخيل ويرى القصور الطينية والأزقة القديمة، لكنه لا يرى بسهولة المدينة التي كانت هنا ذات يوم. لأن المدن لا تختفي من الأرض فقط، بل قد تختفي أيضا من الوعي. وربما تلك هي البداية الحقيقية للنسيان. فما الذي يحدث عندما يتحول مكان كان يصنع التاريخ إلى مكان يكاد يغيب عن الحديث؟ كيف يمكن لذاكرة بهذا العمق أن تصبح هامشة؟ وهل المشكلة في الجغرافيا أم في الزمن أم في النسيان؟ هذا الفيلم ليس محاولة للبكاء على الماضي، وليس دعوة للعيش داخل الذكريات، بل محاولة لفهم الحاضر من خلال تاريخ ما زال يهمس لنا إذا أحسننا الإصغاء إليه. لأن المدينة التي تنسى تاريخها تفقد حتما مستقبلها، ولأن المدينة التي يتذكرها العالم في الكتب فقط تستحق أن يطرح عنها سؤال واحد: هل انتهت الحكاية فعلا،
أم أننا توقفنا فقط عن الإصغاء؟ المدن عندما تسقط جدرانها، ولا عندما تتشقق طرقها، ولا حتى عندما تتراجع أعداد سكانها. المدن تبدأ بالموت عندما يفقد الإنسان الذي كان يعيش فيها إيمانه بأن الغد يمكن أن يكون أفضل من الأمس. حينها لا يكون النسيان حدثا، بل يصبح أسلوبا للحياة. في الصباح تستيقظ المدينة كما تستيقظ كل المدن. يفتح التجار محلاتهم، ويتجه الأطفال إلى مدارسهم، ويمضي الموظفون إلى أعمالهم، وتبدأ الحياة في الدوران. للوهلة الأولى كل شيء يبدو طبيعيا، لكن الحقيقة أن بعض الجراح لا ترى بالعين. هناك مدن تصرخ، وهناك أخرى تتألم بصمت، والصمت هو أخطر أنواع الألم. حين تسير في شوارع الريسان لن ترى الخراب الذي تصنعه الحروب، ولن تجد المباني المدمرة، لكنك قد تلاحظ شيئا آخر، شيئا أعمق، أكثر هدوءا وأشد قسوة. سترى شبابا يحملون شهادات، وآخرين بدون أي تعليم، لكنهم يحملون معها أسئلة أكبر من أعمارهم. إلى أين؟ وماذا بعد؟ وهل يمكن أن تبدأ الحياة فعلا؟ من هنا كل مدينة تمنح أبنائها شيئا، بعضها تمنحهم العلاقات، وبعضها تمنحهم الثقة في المستقبل. لكن ماذا يحدث عندما يصبح أكبر حلم لشاب أن يغادر؟ ليس لأنه يكره المكان، بل لأنه يخشى أن يضيع عمره فيه. الهجرة ليست دائما رفضا للوطن، وأحيانا تكون بحثا عن فرصة لم يجدها الإنسان حيث ولد. ولهذا لا ينبغي أن نسأل فقط كم شخصا غادر، بل السؤال الذي يجب أن يطرح: لماذا شعر أنه مضطر للرحيل؟ ثم يأتي التعليم، ذلك الاستثمار التي تبني به الأمة مستقبلها، تبني به حاضرها ومستقبلها. في كل فصل دراسي يجلس عشرات التلاميذ وهم يحملون أحلاما متشابهة: طبيب، مهندس، باحث، أستاذ. لكن الطريق لا ينتهي عند باب المدرسة. المدرسة وحدها لا تصنع المستقبل، بل يحتاج المستقبل إلى جامعة، وإلى تكوين، وإلى اقتصاد وفرص حقيقية، وإلى شعور بأن الاجتهاد سيقود حتما إلى نتيجة. عندما يغيب هذا الشعور لا يفقد الإنسان عملا فقط، بل يفقد الدافع نفسه. والمدينة ليست الإسمنت ولا الأرصفة ولا أعمدة الكهرباء، المدينة هي الإنسان، وإذا تعب الإنسان تعبت المدينة معه. ثم هناك الثقافة، المكتبات، المسارح، الندوات والجمعيات، الأنشطة التي تجعل الإنسان يشعر بأنه ليس مجرد رقم. لأن المدن لا تقاس فقط بما تنتجه اقتصاديا، بل بما تنتجه من أفكار ومواهب ومبادرات ومن أمل. وعندما تصبح الحياة اليومية مجرد معركة لتلبية الضروريات، تتراجع الثقافة إلى الخلف، ليس لأنها فقدت قيمتها، بل لأن الناس أصبحوا منشغلين بما هو أكثر إلحاحا. وفي الواحات تستمر معركة أخرى: النخيل الذي يظل شاهدا على قرون من التاريخ،
يواجه تحديات جديدة. الماء، ذلك العنصر الذي جعل الحياة ممكنة هنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا العنصر الذي ما فتئ إن غاب عن أرض حتى تهالكت وسارت في درب النسيان، أصبح أكثر هشاشة وكل تغير في البيئة لا يؤثر على الأشجار فقط، بل يؤثر على الإنسان أيضا. فالواحة ليست منظرا طبيعيا، إنما هي اقتصاد وهوية وذاكرة وطريق حياة. لكن أخطر ما يصيب أي مدينة ليس الفقر ولا العزلة ولا حتى قلة الإمكانيات، بل الاعتياد. نعم، أن يعتاد الناس على المشكلات حتى تبدو لهم طبيعية، أن يصبح نقص الخدمات أمرا عاديا، وأن يصبح رحيل الشباب أمرا متوقعا، وأن يصبح الحلم بالمغادرة جزءا من التربية غير المعلنة. حينها لا تعود الأزمة خارج الإنسان، بل تسكن داخله. ومع ذلك فإن اختزال الرصان في مشاكلها سيكون ظلما آخر. ما زال هناك من يزرع رغم قساوة المناخ، ومن يدرس رغم قلة الوسائل يحافظ على التراث، ومن يؤمن بأن لهذه الأرض مستقبلا. فهؤلاء هم السبب الذي يجعل الحديث عن هذه المدينة ليس رثاء، بل محاولة للفهم. إن السؤال الحقيقي ليس هل تعاني الرصان من تحديات، فكل المدن تعاني. السؤال: هل نرى هذه التحديات قبل أن تصبح واقعا لا يمكن تغييره؟ وهل نتذكر المدن فقط عندما تصبح أخبارها مأساة، أم نستطيع أن نصغي إليها وهي لا زالت تنبض بالحياة؟ لأن المدن مثل البشر لا تحتاج دائما إلى من يبكي عليها بعد فوات الأوان، بل تحتاج إلى من يمد لها يد العون وهي لا تزال تقاوم. الساعة 6 صباحا يستيقظ يوسف عمره 22 عاما، يحمل حقيبة صغيرة، يقبل رأس والدته، يغادر نحو محطة الحافلات، ليس لأنه يريد السفر، بل لأنه يشعر أن أحلامه سافرت قبله. ثم بعد دقيقة كاملة تكتشف أن يوسف ليس بطل الفيلم، بل هو مجرد مثال لآلاف الشباب. في النهاية ليست المدن حجارة، وليست طرقا معبدة، وليست أسواقا ومباني وخرائط. المدينة هي الإنسان، وكل ما عدا ذلك مجرد تفاصيل. قد ترمم الجدران وتعبد الطرق وقد تضاء الشوارع، لكن كيف يرمم إنسان فقد إيمانه بمستقبله؟ كيف يبنى أمل تصاعدت أركانه بصمت طويل؟ وكيف تقاس خسارة مدينة حين لا تكون خسارتها في المال بل في الأحلام؟ في الرصان كما في مدن كثيرة أخرى لا يستيقظ الناس كل صباح وهم يفكرون في التاريخ. الأب يفكر في قوت يومه، الأم تفكر في بيتها وأطفالها، التلميذ يفكر في امتحاناته، والفلاح ينظر إلى السماء ثم إلى الأرض ثم ينتظر موسما أفضل. هكذا تعاش الحياة يوما بعد يوم. لكن خلف هذه التفاصيل اليومية توجد أسئلة أكبر، أسئلة لا تقاس دائما بصوت مرتفع. هل سيجد هذا الشاب فرصة هنا؟ هل ستعود هذه الفتاة بعد دراستها؟
أم ستبني مستقبلها بعيدا عن المكان الذي ولدت فيه؟ أم سيبقى هذا الطفل حين يكبر؟ أم سيحمل حقيبته ويغادر مثل ما فعل كثيرون قبله؟ كل مدينة تحلم بأبنائها، لكن الأبناء أيضا يحلمون بمدنهم، يحلمون بمدينة تمنحهم سببا للبقاء ومكانا لا يشعرون فيه أن أحلامهم أكبر من إمكانياتهم. الإنسان لا يحتاج إلى الكثير كي يشعر بالانتماء، يحتاج فقط إلى أن يشعر بأن وجوده يحدث فرقا. ثمرة اجتهاده أن يشعر بأن السنوات التي يمضيها في التعلم لن تتحول إلى انتظار طويل، وأن يكون المستقبل احتمالا حقيقيا لا مجرد أمني. هناك نوع من الفقر لا يظهر في الإحصاءات، فقر لا يقاس بالدخل ولا بعدد المنازل ولا بحجم الأسواق، إنه فقر الأمل. حين يعتاد الإنسان أن يخفض سقف أحلامه حتى لا يصطدم بالواقع، حين يصبح الطموح رفاهي والاكتفاء بالحد الأدنى انتصار، ذلك هو الفقر الذي يخشاه كل مجتمع. ومع ذلك لن نكون من الإنصاف أن ننظر إلى هذه المدينة بعين النقص وحدها، فهنا أيضا توجد وجوه تقاوم. معلم يدخل القسم كل صباح مؤمنا بأن كلمة واحدة قد تغير مستقبل طفل، فلاح يغرس نخل وهو يعلم أنه قد لا يكون أول من يجني ثمارها، حرفي يحافظ على مهنة ورثها عن أبيه وجده رافضا أن تنقطع السلسلة، شابة تؤسس مبادرة ثقافية رغم قلة الإمكانيات، وطالب يحمل كاميراته ليقول للعالم انظروا إلينا فنحن هنا. هذه الوجوه هي الثروة الحقيقية لأي مدينة، ولولاها لما بقي معنى للحديث عن المستقبل. قد يختلف الناس في تقسيم السياسات، وقد تختلف الآراء حول أسباب التحديات، لكن الجميع يتفق على حقيقة واحدة، أن الإنسان هو نقطة البداية وهو أيضا نقطة النهاية. فإذا شعر الإنسان بأنه منسي ستشعر المدينة كلها بالنسيان، وإذا شعر بأنه مرئي وأن صوته مسموع هنا تبدأ الحكاية من جديد. ربما لا تستطيع مدينة أن تغير العالم، ولكن العالم يتغير دائما بإنسان واحد، بمعلم لا يستسلم، بطبيب يقرر أن يبقى بمزارع يواصل الزراعة، بشاب يعود بعد سنوات ليؤسس مشروعا، وبطفل يكبر وهو مؤمن أن مكان ميلاده ليس نهاية الطريق بل بدايته. لهذا فإن السؤال الذي يطرحه هذا الفيلم ليس سؤالا عن الماضي فقط، ولا على المباني ولا على الآثار، بل على الإنسان، عن ذلك الإنسان الذي يسير كل يوم في هذه الشوارع ويحمل داخله مدينة كاملة. إذا انكسر انكسرت معه، وإذا نهض نهضت معه. ولعل أعظم انتصار لأي مدينة ليس أن تكتب عنها الكتب ولا أن تذكر في التاريخ، بل أن يبقى أبناؤها مؤمنين بأنها تستحق الحياة، لأن المدن في النهاية لا تعيش بالحجارة بل تعيش في قلوب الذين يرفضون أن يتركوها تموت. ليست أكبر خسارة أن تفقد مدينة جزءا من تاريخها، ولا أن تجف واحة، ولا أن يغلق سوق أبوابه قبل الغروب. الخسارة الحقيقية تبدأ حين يشعر الإنسان أن المكان الذي ولد فيه لم يعد يتسع لأحلامه. كل صباح يستيقظ آلاف الشباب في مدن مثل الرصاني يحملون الدفاتر والشهادات والطموح، لكن يحملون أيضا سؤالا ثقيلا: هل سيكون لكل هذا معنى؟ حين يكبر طفل ويسمع كل يوم أن المستقبل يوجد في مكان آخر، في ضفة أخرى،
يبدأ شيئا فشيئا في النظر إلى مدينته كمحطة عبور لا كوجهة. وهنا لا تبدأ الهجرة من محطة الحافلات، بل تبدأ داخل العقل. التعليم ليس مجرد فصول دراسية، إنه الوعد الذي تقدمه المدينة لأبنائها. تقول لهم: اجتهدوا وسيكون لكم مكان. حين يشعر الطالب أن الطريق ينتهي عند الشهادة، قد لا يفقد الأمل في الدراسة فقط، بل في ثقته في أن جهده سيغير حياته. ومع مرور السنوات يتغير شيء لا يظهر في الإحصاءات. يتراجع الشعور بالانتماء، بل لا لأن الناس توقفوا عن حب أرضهم، بل لأنهم يخشون أن الحب وحده لا يكفي لبناء المستقبل. ثم تأتي الهجرة. الهجرة ليست دائما قرارا اقتصاديا، وأحيانا قد تكون قرارا نفسيا. حين يشعر الإنسان أنه أصبح غريبا داخل المكان الذي يعرفه أكثر من أي مكان آخر، لا تنقل الأجساد فقط، بل تعيد تشكيل المجتمع كله. وحين تقل اللقاءات الثقافية وتضعف فضاءات القراءة وتندر الأنشطة التي تجمع الشباب، يصبح الفراغ أكثر اتساعا. والفراغ إن لم يملأه العلم أو الثقافة أو العمل، تملأه أشياء أخرى. لهذا فإن بناء الإنسان لا يبدأ بالإسمنت، بل يبدأ بالفكرة، بالمعرفة والإحساس أن لكل إنسان دورا في مستقبل مدينته. ورغم كل ذلك فإن الرصاني لم تفقد روحها، وما زال هناك معلم يؤمن أن تلميذا واحدا قد يغير المستقبل، وشابة تؤسس مبادرات ثقافية بإمكان بسيط، وفلاح يعتني بنخلته وكأنها جزء من العائلة، وحرفي يحافظ على مهنة ورثها من أجداده. هؤلاء هم الرصيد الحقيقي، لأن المدن لا تقاس فقط بما تملكه، بل بمن يرفضون التخلي عنه. ربما لن تنقذ مدينة بالمشاريع وحدها، كما لم تنقذ بالأمنيات. المدن تنقذ حين يشعر أبناؤها أنهم ليس مجرد سكان، بل شركاء في صنع مستقبلها. وحينها فقط يتحول الانتماء من كلمة إلى فعل. يقول المؤرخون: إن الحضارات لا تسقط في اللحظة التي تنهار فيها أسوارها، بل تسقط حين يتوقف الناس عن الإيمان بأنها تستحق أن تنقذ. هذا السؤال الذي يقف أمام الرصاني اليوم، ليس هل تواجه المدينة تحديات، فهذا السؤال تجاوزناه. وليس هل تغيرت الحياة فيها، فالتغيير حقيقة لا يناقشها. السؤال الحقيقي: هل ما زال هناك وقت قبل أن يتحول كل ما رأيناه إلى ذاكرة أخرى تضاف إلى كتب التاريخ؟ كل مدينة تمتلك فرصة ثانية، لكن ليس كل مدينة تجد من يصنع تلك الفرصة. فالنهضة لا تبدأ بقرار واحد، ولا مشروع واحد، ولا خطاب واحد. إنها تبدأ حين يقتنع الناس أن المكان الذي يعيشون فيه يستحق أن يقاتلوا من أجله. قد يظن البعض أن المدن تبنى بالإسمنت، ولكن الحقيقة أن الإسمنت لا يصنع المدن، الإنسان هو من يصنعها. ثم تأتي الطرق والمباني والمشاريع. أما إذا غاب الإنسان فلن يبقى سوى الفراغ. تاريخ الرصاني لا يطلب منا أن نبكي عليه، بل يطلب منا أن نتعلم منه. لقد علمتنا هذه الأرض أن الصحراء ليست عائقا للحياة، فمنذ قرون استطاع الإنسان هنا أن يحول الماء القليل إلى واحات، وأن يحول الرمال إلى طرق للتجارة، وأن يحول العزلة إلى مركز حضاري. فإذا استطاع الأجداد أن يصنعوا حضارة بإمكانات محدودة،
فهل يعجز الأحفاد عن حماية ما تبقى منها؟ إن المدن لا تحتاج إلى معجزات، بل تحتاج إلى تراكمات صغيرة: مدرسة أفضل، طريق أفضل، واحة تحمى، تراث يرمم، شاب يجد فرصة فيقرر البقاء، جمعية تؤمن بأن الثقافة ليست ترفا، باحث يوثق التاريخ قبل أن يضيع، مستثمر يرى الإمكانات بدل العقبات، وسائل إعلام تمنح هذه الأرض حقها في الظهور. قد تبدو هذه الأشياء بسيطة، لكن الحضارات بنيت دائما من أشياء بسيطة. وفي زمن أصبحت فيه الأخبار تقاس بسرعة الانتشار، هناك أماكن لا تجد من يتحدث عنها، ليست لأنها بلا قيمة، بل لأنها بعيدة عن الكاميرات والأضواء، بعيدة عن العناوين والاهتمام. وهذا أحد أخطر أشكال النسيان، أن يصبح الصمت اعتياديا. لكن الصمت يمكن كسره بكاميرا، بكتاب، ببحث جامعي، أو بمقال صحفي، أو مبادرة شبابية، أو جمعية صغيرة، بشخص واحد قرر أن يقول: هذه المدينة تستحق أن ترى. ربما لن يغير هذا الفيلم الواقع غدا، وربما لن تتحول الرصاني بين ليلة وضحاها إلى مدينة مختلفة، لكن كل تغيير كبير بدأ ذات يوم بفكرة، ثم بكلمة، ثم بشخص، ثم آمن بها آخرون. إن السؤال الذي بدأنا به هذا الفيلم ما زال معلقا: كيف تندثر أمهات المدن؟ واليوم ربما لدينا جزء من الجواب. إنها لا تندثر حين تجف واحة، ولا حين يرحل تاجر، ولا حين تتغير طرق التجارة. إنها تندثر حين يقتنع الجميع أنها انتهت، وحين يتوقف الناس عن الدفاع عن ذاكرتها وعن حاضرها وعن مستقبلها. لكن الرصاني لم تتحول بعد إلى فصل مغلق في كتاب، فهنا ما زال طفل يذهب إلى المدرسة، وما زالت نخلة تقاوم الجفاف، وما زال آذان يرفع كل فجر، وما زالت أم تنتظر عودة ابنها، وما زال شاب يحلم ينجح دون أن يضطر إلى مغادرة المكان الذي يحب. وهذا يعني أن الحكاية لم تنتهي بعد، ربما لهذا السبب لا بد أن تروى. قبل قليل عدنا معا إلى قرون إلى الوراء، إلى زمن كانت فيه هذه الأرض وجهة للقوافل وملتقى للحضارات، ونقطة يلتقي عندها الذهب القادم من أعماق إفريقيا بالعلم القادم من الشمال. ثم عدنا إلى الحاضر ورأينا كيف يمكن للزمن أن يغير كل شيء. لكن هناك حقيقة لم تتغير، فالمدن لم تكن يوما مجرد أماكن، إنها ذاكرة البشر، وحين تضيع الذاكرة يضيع شيء من النسيان نفسه. قد يأتي يوم تختفي فيه آخر جدران الطين، وقد تجف آخر ساقية، وقد تسقط آخر نخلة، لكن قبل أن يحدث ذلك بكثير قد يختفي شيء أخطر: الاهتمام، السؤال، الفضول، أن يتوقف الناس عن الالتفاف. وهنا لا تكون المدينة قد خسرت مبانيها، بل تكون قد خسرت مكانها في قلوب الناس. ربما لن يتذكر التاريخ كم عدد سكان هذه المدينة، ولا كم طول شوارعها، ولا عدد سياراتها، لكن يتذكر شيئا واحد: هل وقف أحد حين كانت ما زال قادرة على الوقوف، أم انتظر الجميع؟ لا تطلب من أبنائها المستحيل، إنها تطلب منهم فقط أن لا يتركوها وحدها. فالمدينة لا تستطيع أن تدافع عن نفسها، الواحة لا تستطيع أن تطالب بحقها، القصور الطينية لن تتحدث أمام الكاميرات، الأزقة القديمة لن تكتب رسائل استغاثة، والنخيل لن يشتكي لأحد. لكن الإنسان يستطيع، وهذا هو الفرق. ربما لن يغير هذا الفيلم العالم، لكن قد يغير نظرة شخص واحد، وربما ذلك الشخص يكتب بحثا، أو يصنع فيلما آخر، أو يؤسس جمعية، أو يزرع نخلة، أو يرمم قصرا، أو يفتح مشروعا.
أو يقرر أن يبقى، وأحيانا يكفي إنسان واحد كي تبدأ الحكاية من جديد. إن الريساني ليست مدينة تطلب الشفقة، ولم تكن يوما مدينة تنتظر من يرثيها. إنها مدينة تستحق أن ترى، أن تفهم، أن يسمع إليها، وأن تمنح الفرصة التي منحتها يوما لغيرها. قد تختلف الآراء حول أسباب ما وصلت إليه، لكن لا ينبغي أن نختلف حول شيء واحد: أن المدن التي صنعت تاريخ هذا الوطن لا تستحق أن تغيب عن مستقبله. ربما بعد سنوات سيشاهد طفل من أبناء هذا الأرض هذا الفيلم، وربما لن يعرف أسماءنا، ولن يعرف من حمل الكاميرا، ولا من كتب النص، ولا من سجل الصوت. لكن إذا استطاع ذلك الطفل أن يعيش في مدينة وجد من يؤمن بها، فسيكون هذا الفيلم قد أدى رسالته. وحينها لن يكون السؤال كيف تندثر أمهات المدن، لأن النسيان ليس قدرا بل قرار. وكما يصنع الإنسان النسيان، يستطيع أيضا أن يصنع الذاكرة، وأن يصنع الآمال، وأن يصنع الحياة. هذه ليست نهاية فيلم، بل بداية السؤال، والإجابة لم تكتبها الكلمات، بل سيكتبها التاريخ. كل من قرر أن يسمح لهذه المدينة ألا تختفي بصمت.